الصفقة الغامضة. حميدو عبدول، النجم الغاني صاحب المواهب الفذة وأداؤه الاستثنائي على أرض الملعب، انتقاله المحتمل إلى نادي الزمالك كان منتشر كالنار في الهشيم في الفترة الأخيرة. ولكن ما حقيقة هذه الصفقة؟ بدايات ما قبل الانتقال. لاعب عنده 25 سنة في فريق ميدياما الغاني متعدد المواهب والمراكز زي ما بيقول، باك شمال ماشي، جناح شمال شغال، وقلب دفاع في بعض الأحيان، بس مركزه الأساسي باك شمال. وظهر مع الفريق الغاني خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي فات. لعب حميدو عبدول مع ميدياما الغاني 19 ماتش الموسم ده، سجل فيهم هدف وحيد وصنع 4 أهداف. أما بقى عن مسيرته الكروية، لعب عبدول 63 ماتش في الدوري الغاني مع فريقي ميدياما وأوكرا ليون، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف. ولعب حميدو عبدول 8 ماتشات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما سجلش أو صنع أي هدف فيهم. وعلى الصعيد الدولي لعب حميدو عبدول ماتش واحد مع منتخب غانا، واللي كانت مواجهة ودية ضد منتخب ليبيريا. السبب يمكن الانتقادات والإصابات كانوا الدافع الأقوى إنه ينظر لعبدول كحل مثالي، بس ده ما يخليناش ننسى كمان إن نادي الزمالك اقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي بسبب مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب، وبقى عنده فرصة ذهبية يدعم الفريق بصفقات جديدة. وأنا الصراحة برجح السبب الثاني. تصريحات متضاربة. من فترة بدأت الأقاويل تتداول عن اهتمام نادي الزمالك بضم حميدو عبدول. في الأول كان في أخبار مؤكدة إن الصفقة تمت وإن عبدول في طريقه للقاهرة، لكن فجأة تظهر تصريحات تانية بتنفي الخبر وتقول إنه مجرد اقتراح لسه ما تمش. في وسط كل التصريحات المتضاربة دي كان في غموض كبير حوالين انضمام عبدول لنادي الزمالك، بس خليني أقول لك إن الغموض ده هو الجزء الأمتع من سحر كرة القدم. رد الفعل. جماهير الزمالك كانت مرتقبة الإعلان الرسمي بفارغ الصبر، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي كانت تغلي بالشائعات والتكهنات كالعادة. ولحد اللحظة دي ما صدرش أي إعلان رسمي سواء من نادي الزمالك أو وكيل اللاعب. والسؤال هنا، هل سيبقى عبدول في غانا أم سيبدأ مغامرة جديدة في مصر مع الزمالك؟ الزمن فقط سيكشف لنا الحقيقة. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية الصفقة الغامضة.